اعتقلت السلطات التركية المخرج علي أفقي بعد ساعات من عرض إعلان فيلمه الجديد الذي يتناول محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا العام الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوقعت وسائل إعلام تركية أن يواجه أفقي تهمة الارتباط بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولا الذي تقول أنقرة إنه وراء المحاولة الفاشلة. ويعكس فيلم الصحوة الذي أخرجه أفقي وجهة نظره في أحداث الانقلاب الذي حاول عسكريون أتراك تنفيذه في 15 يوليو من العام الماضي. منقوطة لكنه يرسم سيناريو مختلف للأحداث، حيث يظهر رأس الممثل الذي يلعب دور أردوغان مهددا تحت مسدس جندي تركي، فيما تفضي الأحداث إلى مقتل عائلة الرئيس على تنفيذ الانقلاب. ويبدأ الفيلم الذي سيتم إطلاقه قريبا بقصيدة عادة ما يتلوها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاباته السياسية قبل أن يتحدث عن الجهود التي بذلت لإجهاض الانقلاب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.